بص، انت في الثانويه العامه مش بتهتم بالانجليش كلغه، انت بتهتم بالانجليش كايه؟ كماده. عايز تدخل الامتحان تجيب الدرجه النهائيه وتطلع عشان تخش الكليه اللي انت عايزها. طيب احنا عايزين نهتم بالانجليش كلغه. هنا لازم تركز في الكلمات اللي انت بتتعلمها وتسمعها من قاموس ناطق بالامريكان اكسنت، علشان وانت في الثانويه العامه تتعلم لما تطلع للكليه ما تتخضش. هتتخض بقى في الكليات مثلا الطبيه، هتتخض في الكليات الألسن واداب انجلش واللغات والكلام ده كله. فلنفترض مثلا لو انت حافظ كلمه زي ووتر، هي دي مش امريكان اكسنت، ولو عايز اعرفها بالامريكان اكسنت اسمها واتر. عندك ليتر، كاتر، كمبيوتر. في المرحله دي انت ممكن تتعلم القواعد بتاعت الامريكان اكسنت، يعني التيم ما بين تو فاولز، كمبيوتر، كالكوليتر، وهكذا. الاو مثلا في الامريكان اكسنت بتتنطق ساوند لايك اوكس، فوكس، بوكس، سوكس. ولو جت او ان في الاخر بتبقى ساوند زي الليمون، فاشن، دراجون. عندك مثلا التي مع الار بتدي ساوند اسمه تش ساوند لايك تراي، ترافل، ترين، تريننج. ففي شويه رولز او شويه قواعد لو اتعلمتها وانت بتدرس في الثانويه العامه او اي مرحله وطبقتها على اللي انت بتاخده في الدراسه بتاعتك، هتطلع من الثانويه العامه معاك امريكان اكسنت تحفه. وده يخليك تتاهل اسرع لسوق العمل. ابعت لنا واسالنا على كورس الامريكان اكسنت بتاعنا، واحنا هنخليك تطلع من الثانويه العامه تشتغل على طول. سلام.